دايما بيبقى عندنا الفكر الخاطئ بتاع ان الاطفال السنان هتتبدل. الحقيقه الاعتقاد ده خاطئ جدا لكذا سبب. اول سبب، طفل لما بيبقى في عنده الم في الاسنان او عنده شكل الاسنان مش عاجبه، ده بيأثر جدا جدا على قدرته على التركيز في المدرسه، بيأثر جدا جدا على قدرته في اثناء تكوين شخصيته. كانت دايما اللي بتقابلنا مشكله ان انا دلوقتي النهارده ان الطفل بيبقى في المدرسه الصبح، بيبقى عنده مذاكره، مش عايز اقعد رايح جاي على دكتور السنان. الفيزيت بتاعه الطفل عشان ما تعملوش سايكولوجيكال تروما بتبقى 20 minutes ماكسيموم، فطبعا ما بيتعملش فيها بروسيدجرز كتيره. الانوفيشن اللي عملتها شايني وايت دلوقتي ان احنا حطينا في ال6 مراكز بتوعنا غرف عمليات بين كلي. ده بيبقى عباره عن تنويم بالغاز، بنقدر ان احنا ننيم الطفل والطفل بيخلص كل اسنانه في خلال ساعه ويروح وخلاص انزاد ست. خلينا نعمل الفيفور ده لاطفالنا. اطفالنا هم اللي احنا بنشتغل عشان خاطرهم، وهم اهم حاجه في حياتنا.